الإعلامي الشاطر عامل زي لعيب الكورة بالضبط، طول ما هو بيأدي في الملعب طول ما سعره بيزيد، زي كده برضه الإعلامي طول ما هو بيشتغل على نفسه وعلى المصدر اللي هو ماسكه برضه كمان سعره بيزيد، فلازم عشان تكون إعلامي كويس لازم تشتغل على نفسك كويس، وتذاكر أول بأول الملف اللي أنت شغال فيه، لو أنت ماسك مثلًا ملف الإسكان أو ماسك ملف الصحة أو ماسك ملف رئاسة الوزرا، فأنت كمان لازم تشتغل على الملف ده، وتعرف إيه اللي اتكتب فيه. وتعرف إزاي تغطيه بشكل كويس، وتعرف إيه هي المصادر اللي أنت لازم تعتمد عليها في الملف بتاعك، ومين أشطر الناس اللي هم بيكتبوا في الملف ده، وكمان تستفيد منهم وتعمل صداقات معاهم وعلاقات كويسة معاهم، بحيث إن أنت بعد كده في فترة معينة تبدأ أنت تكبر في المصدر بتاعك وتكون أهم إعلامي في المصدر ده، وتكون أنت رقم واحد في كل معلومة بتخرج من المصدر بتاعك، سواء كانت وزارة أو حزب معين أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، أيًا كان المصدر اللي أنت بتغطيه، فأنت لازم تكون رقم 1 في المصدر ده، وعمرك ما هتكون رقم 1 في المصدر ده إلا لو أنت بتذاكره كويس جدًا، وشغال على نفسك، وبتقرأ وبتطّلع كتير جدًا ومتابع المصادر بتاعتك، وكمان عينك على الشخصيات الصغيرة اللي هي ممكن تكبر، وعينك على الشخصيات الكبيرة اللي هي هتبدأ تترقى وتروح أماكن تانية، فبالتالي كل ما أنت بتذاكر كويس وكل ما أنت بتجتهد في الملف بتاعك أكيد ربنا هيكافئك وكمان هتترقى بسرعة وكمان هيزيد دخلك إن شاء الله. وغير كده أنت هيكون اسمك متسجل في إن أنت من أفضل الصحفيين اللي هم غطوا المصدر ده، فلازم تشتغل على نفسك وتذاكر المصدر بتاعك أول بأول، وكمان تستفيد من كل التجارب اللي هي سبقتك في الملف ده. شكرًا ليكم، أتمنى تكون تَكّة النهارده دي من إعلام أونلاين أفادتك، وإن شاء الله مزيد من التَكّات اللي إحنا هنشتغل عليها في الفترة اللي جاية، أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.